السؤال اللي بيتسأل دلوقتي، محتاج ايه من ماتش ايران؟ تعال اقول لك هتحتاج ايه من ماتش ايران. رقم واحد، اول حاجه هتحتاجها من ماتش ايران تنشط اللعيبه الاساسيه اللي عندك. تمام. رقم اتنين، هتبدا تريح اللعيبه الاساسيه الشوط الثاني عشان تبعد عنهم الاصابات والانذارات. رقم ثلاثة، هتبدا تجهز اللعيبه الاحتياطي عندك عشان هتحتاجهم في الماتشات اللي بعدها. رقم أربعة، اللعيبه الاحتياطي لما تنزل الشوط الثاني هتاخد منهم احسن اداء، حتى لو سبت ربع ساعه من الاساسيين ان هم يلعبوا الشوط الاول الشوط الثاني. الربع ساعة ديت برضه مش هتديك منهم كل حاجة، وفي نفس الوقت هيبقى الأداء أفضل للعيبة اللعيبة الاحتياطي لأن هيبقوا نازلين فريش. رقم خمسة، لو اللعيبة الاحتياطية أنت مش متأكد منهم ومش واثق فيهم، ما كانش ينفع تاخدهم من البداية. لازم ال 30 لعيب اللي أنت واخدهم أو 27 لعيب أنت واخدهم يبقوا بنسبة كبيرة تقدر تعتمد عليهم ويبقوا بنسبة كبيرة كفء. طيب، أنت خايف من إيه؟ تصعد أول أو تصعد تالت أو تصعد تاني؟ خايف تصعد تالت عشان ما تلعبش فريق مصنف الأول؟ أنت مش مطالب منك إنك تاخد كأس العالم، انت مطالب منك انك تلعب كوره كويسه وتلعب اداء كويس ومشرف. النتيجه بقى بتاعت ربنا. الاسترس اللي كان على اللعيبه اللي هي في تصعد، الهدف بتاع انها تصعد اتشال من عليها خلاص، مش هيبقى في ستريس. يبقى كل ماتش انت بتلعبه لطموحك وبتلعبه للتاريخ وبتلعبه للاستمتاع وبتلعبه تحقق مراكز اكتر متقدمه وللتاريخ ولاسمك. كان بها تمام، ما كانش خلاص، فالاسترس اتشال من على اللعيبه عشان تلعب فريق اول او ما تلعبش. طيب، عشان تصعد اول وتلاعب فريق من المستوى الثالث، هتحتاج انك تلعب ماتش كامل باللعيبه الاساسيه وتحت ستريس، اصابات، انذارات، ضغط. فيبقى انت من كل ده محتاج تشوف انت محتاج ايه، مصلحتك ايه. رقم واحد، تريح اللعيبه الاساسيه. رقم اتنين، تجهز اللعيبه الاحتياطي اللي عندك.